أسرة كاملة ضاعت بسبب الحقد والغل والسرقة. انتوا متخيلين؟ أسرة كاملة اتفرغ فيها رصاص عشان السرقة، عشان الطمع، عشان اتقال اشمعنى دول عايشين كويسين وانا مديون. اشمعنى؟ غيرة ما بعدها غيرة. الغيرة اللي خرجت، يعني اللي خلت الشيطان يغير من سيدنا آدم في الجنة، فخلت الشيطان يغوي ستنا حواء ان هي تاكل من التفاح عشان يطردوه. الغيرة دي أول حاجة في الدنيا بتضيع كل حاجة. في راجل كان محترم الله يرحمه ويغفر له، كان صاحب مطبعة وعنده بنتين وعنده زوجة، وكان على علاقة بواحد صديقه بالمعاش. المهم ان الراجل اللي هو بالمعاش ده ظروفه ضيقة شوية، عليه ديون، عليه حاجات، تمام. المهم ان الراجل اللي عليه المعاش ده قال اشمعنى كده صاحبي ده معاه فلوس وعايش حياة كويسة وعياله في نوادي وعايشين في التجمع ومعاهم فلوس ومعاهم عربيات، وهو معاه عربية ومراته معاه عربية. لا، انا اطلع بقى الشقة بتاعتهم دي اخد كل الفلوس. طيب انا هطلع بقى الشقة ازاي؟ نفذ بقى فكرة شيطانية. راح اتصل بالزوج واستدراجه على طريق العين السخنة، وراح مفرغ فيه 3 رصاصات بمسدس 9 ملي، وراح واخده ورميه على حيطة خرسانية، وراح رميه وراح ماشي وسايبه. طيب هو هيقدر دلوقتي يطلع الشقة والزوجة فوق هي والبنات؟ لا طبعا. راح متصل بالزوجة قال لها الحقي زوجك عمل حادثة. قلت له طيب انا نازله. اتصلت بصديقتها قالت لها الحقي انا صديق جوزي اتصل بيا وبيقول لي ان جوزي عمل حادثه وانا رايحه له دلوقتي انا والبنات، بس الراجل ده انا مش بطمن له. حبيبتي كان قلبها حاسس ان هي رايحه لقضاها. المهم ان هي لما نزلت هي والبنات طلع عليهم الراجل ده، وراح مخلص على ال3، وراح واخد العربيه سايقها والجثث جوه العربيه ميتين ال3، وراح واخدهم وراح راكن جنب البيت بشويه، وراح سايب العربيه وراح واخد من طبعا الام المفاتيح عشان يطلع البيت يقلب السبائك الدهب اللي موجوده فوق والفلوس. المهم لما راح عند البيت لقى البواب موجود، فقال خلاص انا هرجع في وقت تاني يكون البواب نايم او كده يقدر ان هو يغفله ويطلع. في الوقت ده صديقة الام بدأت تتصل بيها، لقت تليفونها مقفول، فهي عارفة ان هي راحت تقابل الراجل ده عشان جوزها عمل حادثة. وفي نفس الوقت اخو الاب بيتصل باخوه مش عارف يوصل له، فراحوا بلغوا. وهنا كانت الكارثة. لقوا العربية بتاعت الام مركونة بعيد شوية عن البيت، يعني في حتة قريبة من البيت، ومتغطية وجواها 3 جثث الام والبنتين. والاب عربيته موجودة على طريق العين السخنة والجثة بتاعته مش موجودة، هي موجودة ورا حيطة خرسانية. ليه؟ عشان هو كان عاوز يسرق. ليه؟ عشان هو استكتر عليهم عيشتهم. ليه؟ عشان هو حقد عليهم. ليه؟ عشان هو ما عندوش رحمة، ما عندوش قلب. يعني كان في 1000 مليون طريقة تسرق بيها غير ان انت تموت 4 ابرياء. عملوا لك ايه؟ ولا اي حاجة. هي في ناس في الدنيا كده بتغير منك وبتحقد عليك وبتبقى بتتمنى لك الاذية عشان انت بس كويس، من غير ما انت تأذيهم، من غير ما انت تعمل لهم حاجة. يعني انت عملت ايه؟ هو ما عملش. يعني الاب عمل ايه للراجل ده؟ ما عملش. عمل ايه عشان يكون الجزاء؟ مراته وهو وبنتينه ما عملوش، ما عملوش اي حاجة. اتحقد عليهم من غير سبب. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ازاي؟ ده مش طبيعي، ده مش بني ادم، دي جريمة كاملة 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 ما فيهاش ركن ناقص. ده استدرج ونزل وخطط ونفذ وسائل العربية المجرم وفيها جثة الام والبنتين وراح راكنها وراح مغطيها. جبروت، جبروت. هي الفلوس بتعمل كده؟ ويا ريتها فلوسك، ده انت حرامي طالع تسرق، مالكش حق. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيبص في عيشة اي حد، واي واحد بيحرم يعني الحياة على اي حد كده ويبقى حاقد وغلاوي عليها لحد لما الغل والحقد بيعملوا جريمة. بجد حسبي الله ونعم الوكيل.